بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ندشن اليوم في قناة الدير الإعلامية برنامج وقفة وفاء، وهو برنامج من عدة حلقات سيستضيف في كل حلقة أحد رواديد موكب الدير الذين كانت لهم إسهاماتهم الخاصة وتركوا بصماتهم على الموكب. بعضهم ترك الموكب وآخرين لا زالوا يقدمون ما استطاعوا لخدمة الحسين وأهل البيت عليهم السلام. وفي هذه الأمسية نلتقي أحد رواديد القرية القدامى، وهو من الذين بذلوا الكثير من أجل خدمة الموكب الحسيني، وهو الرادود عبد الكريم حسن إبراهيم أبو علي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك، حياك الله. أستاذ عبد الكريم، يسعدنا أن نلتقي بك في برنامج وقفة وفاء. لنبدأ بسؤالك أن تعطينا نبذة بسيطة عن نشأتكم. أنتم نشأتم في أسرة عريقة متدينة. حدثنا عن نهاية الستينات، يعني ما نبغى يمكن إذا تكلمنا عن الستينات ياخذونك أنك من الشياب، مو شايب يعني، ما نبغى هذا، أو أوائل السبعينات. حدثنا عن الدير، عن دواعيس وزرانيق فريق الراهب اللي نشأتم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. الواقع أنا نشأت في عائلة متواضعة. الوالد له الحاج حسن إبراهيم بحار، وفي نفس الوقت رادود. يعني كان يقيد. أنا شفت الوالد ولحقت عليه سنين وهو يشيل في العزاء، وفي حلقة كانوا فيها كبار الأجسام. يعني لنترك الحديث عن العزاء بعد لحظات. نريد أن نتكلم عن الدير أيام أول. فريق الراهب، زرانيق الراهب. أنا لحقت على فريق الراهب مثل ما نقول إحنا كرملة، يعني بدون ترصيف وبدون شيء، وإحنا أطفال ما يمكن إنه تدخلها سيارة. ومثل ما تعرفون يعني اسم فريق الراهب جاء من مسجد الراهب، يعني نعم. كمنطقة عريقة، وهي أساس الدير مثل ما يقولون يعني. وكما سمعت من الوالد يقول إنه أدرك إنه كان في جمال يجي في هذه المنطقة. يعني جمال؟ إيه. من وين؟ ما يندرى عاد، بس كانوا في المنطقة يجون فيها جمال. واحنا بيتنا بعد، أنا شفت في بيتنا أول ما بدأنا نسوي الزراعة شفت قبور مسيحية، يعني باتجاه نعم. غير الإسلامي، يعني نعم. مسوية في منطقة اللي سوينا فيها زراعتنا، اللي فيها الحين مطبخنا والمجلس محادي هذا. أنت رأيت هذه القبور؟ إي شفتها. احنا كنا نسوي أنا سمعت عنها، سمعت عن هذه القبور. لا أنا شفتها. يعني احنا لما يعني جينا بنسوي الزراعة في البيت، أول ما بدينا في القسم الجنوبي من الزراعة اللي هو مكان مطبخنا الحين بالضبط، هنا حصلنا قبور كانت في الاتجاه اللي هو مثل ما نقول شرق غرب. احنا قبورنا العكس، يعني متجهة إلى المسجد الأقصى، يعني إلى فلسطين. هي كذي مسوية، يعني هي كانت 4 أو 5 يعني حسب ما أتذكر. المهم ما فيها شيء يعني، اللهم بس هي قبور يعني أكيد. إي نعم. وفي عوائل يعني في منطقة الراهب، خب عارفين العوائل الموجودة لا زالت موجودة. اي نعم. بيتنا بيت الغيث، حسن إبراهيم، السيد علي السيد ناصر، حج عبد الله ربيع، أخوه حج ربيع، حج عبد الله حج سلمان، وبيت حج أحمد الداوود، حج جمعة القصير. يعني هذه المنطقة نعم. تقريبا ما تغيرت. اللهم يمكن طلع من الفريق اللي تعرفون النهام اللي راح إلى لسماهيج. نعم. خذوا بيته مات بالهادي، ويا أخوه موجود. والفريق كان فريق يعني وش أقول لك، يعني ذكريات جميلة. الإنسان يتأسى إن هي راحت هالأيام هذه ما ترجع. وما كان في وجود للسيارات طبعا. لا ما كان في وجود، يعني الأطفال يلعبون براحة، وبالذات مثل هالشهر. يعني أتذكر اللي هي سالفة المؤذن، لما الناس توقف تنتظر المؤذن على ما يؤذن، وغير عارف المجالس أول والقرآن. والوالد كان أحد دراس القرآن، يعني مو نعتم في أبوي، ولكن حتى أهل الفريق يعرفون أنه يعني الفجر يرجع من المسجد لازم يقضي وقته. وأيضا كان عنده هذا الطب الشعبي اللي هو المراخ وعنده كمان وحتى عمتكم
انتم جدتي قبل او كان. جدتك؟ جدتي اللي هي بنت محمد بمدن. انا هي هذا مرختني ايضا. انا لما كنت صغير مره واحده احتجتوا جدتي اللي هي بنت محمد بمدن، اللي هي بنت عمدي الحج عيسى المدن. اي نعم. ايه. وعالجت ناس واجد، يعني حتى يقول الحج كاظم جارنا رحمه الله عليه ابو علي كاظم، اي نعم، يقول ان مطر صاحب بيوت مطر هذه الموجوده في الدير سابقا، نعم. سماها مريكن. لا ايه، يقول لان راح كل مكان وتالي هي اللي عالجته فاطلق عليها هذا الاسم. اي نعم. أسا عبد الكريم، نتكلم عنك شخصيا، عنك شخصيا. وين تعمل؟ وين تشتغل؟ انا حاليا اعمل في وزاره الكهرباء او هيئه الكهرباء الحين صارت. بدايه عملك وين؟ انا كنت اول مره عمل في البحر. اي نعم. طلعت من المدرسه ثاني ثانوي صناعي، ما كملت، باقي علي سنه، بس ظليت في البحر. يعني انا من صغير يعني تقريبا في الثاني او الثالث في البحر يعني. بحرت اماكن بعيده؟ بحرتي في بانوش الاخو على مسافات 9 ساعات 10 وين ساعات. بالضبط تروحون؟ في مناطق يسمونها اللي هي ملع الرشان، في منطقه يسمونها القرص، النجوات، شتيل، ميانه، البحور المعروفه يعني. بس هذه بعضها الحين اعتقد صارت من هذه نصيب البحور قطر. اللي هي اللي تسمى الحين البحور باصطلاحنا الشرقيه، كلها راحت لقطر. يعني نعم. كلها تقريبا حوالي اكثر من 17 18 بحر او هير يسمونها، راحت الى قطر يعني. بلى. ومن متى اشتغلت في الوزاره؟ وزاره 93 من 93 شهر 3 93. بلى. أسا عبد الكريم، متى تزوجت؟ تزوجت او عقدت في 87 87 في شهر 7 87 او شهر 6. بلى. كم عندك من العيال؟ عندي زينب تخرجت مدرسه، وعندي فاطمه ثاني سنه جامعه، وعلي اول اعدادي. الله يخليهم لك. اياكم ان شاء الله. أسا عبد الكريم، لنتجه الان اتجاه اخر، لنتكلم عن العزاء. كيف كان العزاء اول ما عرفته؟ هل تتذكر اول مره يعني شفت ولو ان احنا الشيعه امهاتنا الله يرحمهم كنا نسمعهم يعزون على الحسين واحنا اجلنا في بطن امهاتنا، يعني من احنا اجلنا واحنا نسمع امهاتنا يندبون الحسين عليه السلام. لكن متى كانت اول نشأتك او نظرتك الى العزاء؟ هل متى تتذكر العزاء سابقا؟ انا اتذكر العزاء وانا صغير ويا الوالد، يعني بيبتدي العزاء ياخذني وياه ايام كان هو رادود؟ اي. او بعد ما ترك لا هو رادود يعني. كان هو جود ثيابه يعني. اي نعم. انهم بالوزره اول. نعم. وانا كنت اجود ثيابه وامشي ويا الموكب. وكان نادرا اول احد يلبس اسود؟ لا ما في اسود يعني. أسود. ما في اصلا ثياب، مجرد وزار والصدر. وبعضهم فانيله؟ اي القليل ما شفت انا يعني. انا حسب ما اتذكر ما شفت احد عليه فانيله يعني. اي نعم. ولذلك تالي احتج عليهم شيخ ابراهيم الله يرحمه، فقال لهم ما يصير اذا بعد طلعوا بعض النسوان يطالعون، فقال لهم اذا نعم. كان فيها حريم فتقطعون افضل. اي نعم. هذا بعدين يعني. بس استمر العزاء فتره طويله يعني، وحلق كل واحد بحلقته يعني. نعم. الكبار الاطوال اللي هو ابو مثل ابوي وده ما يصير يدش اياهم واحد. انا اتذكرها الى الحين يعني. لازم بس لين طوال القامه يكونون هم في الحلقه. اذا قصير او يروح حلقه ثانيه. اذا بس شفت العزاء سنين يعني. انا من مواليد 63 بس رسميا في الجواز 64. نعم. من المعروف سابقا اول ما لحقت على العزاء هل كان في سماعات او كان بدون سماعات؟ لا سنين ما في سماعات. انا اللي اعرفه ان جت السماعه من بدايه الستينات واستعملوها، وكان من ضمنهم عمي الله يرحمه، عمي حج عبد الله المهدي وحج باقر المهدي. لكن بعدين الشيخ ابراهيم حرم الميكروفون فتركت لعده سنوات. بس لكن لحقت على العزاء مجموعه كبيره من الحلق. استخدموا السماعه مو في الصدر، استخدموها ممكن في الصنقل. وحتى في الصدر. الصنقل. انا اللي اعرفه ان عم حج باقر وعم حج عبد الله يعني استعملوا الميكروفون، بس بعدين حرمها الشيخ ابراهيم فتوقفوا عده سنوات. من اول هم حاربونها شيخ ابراهيم يعني. حتى نعم. في مواتبنا ظلت بدون ميكروفونات يعني. اي نعم. بفتره طويله. لكن تتذكر انه كان في مجموعه كبيره من الحلق؟ اي اتذكر يعني. كم حلقه تقريبا؟ هم الحلق صايرين واجد. ليش؟ لان كل مجموعه بمجموعتها يعني. كل فئه تجتمع بروحها يعني. 10 انفار في 13 نفر هذه حلقه. اي نعم. الفئه الثانيه نفس الشيء. في بعضهم يزيدون ل 14 15 وبعضهم.
وتصير الحلق بنجي لك الواحده حلقه بروح. لكن كان يعتبر حتى من السابق انه هو كان موكب واحد، إيه يعني يطلع من مكان معين يطلع من ماتم الشمالي على طريق واحد وينتهي نهايه واحده يعني. البدايه ماتم الشمالي والنهايه ماتم الشمالي، ما مش هو طبعا نقطه البدايه والنهايه واحده، لكن ممكن تكلمنا عن طريق سير الموكب؟ الطريق اللي انا اتذكره حاليا اللي هو هذا الدرب اللي يطلعون فيها على الماتم الشمالي المسجد الوسطي، نعم، ويدشون فيها الدواعيس يرجعون على ماتم المطوع اعتقد. ايه يدشون ماتم المطوع بعد. نعم، يدشون ويتحركون هذا المسير المعتاد، يرجعون مثل ما باصطلاحنا على اول البستان الموجود. ايه يجون من كسره اللي هو عندك الفريق الراهب، ويدشون وين؟ يدشون على بيت الله يلعن الشيطان، وين قبيلات حجي احمد عباس رحمه الله عليه. اي نعم، على اساس انهم يجون وين؟ بس سيد سلمان. سيد سلمان مات من النسوان. اي نعم. يدشون هنا ويحلقون، وبعدين يتحركون ويردون يحلقون عند بيتنا اللي هو يوقفون بيت جيراننا سيد سعيد بيت كاظم. لا مو بيت السادة، بيت سعيد كاظم. يوقفون هنا على اساس يطلعون الحلوى. الحلوى في القفران ويوزعون اللي هو ليله السابع. لازم يوقفون، بعدين يروحون بيت السادة ويظلون فتره، وبعدين يتجهون الى نقطه البدايه الشمالي. اي نعم. في اي المناسبات كان يظهر الموكب؟ خب بالمناسبات اللي هو المحرم ووفاة النبي، أنا اللي أتذكر يعني معظم والأربعين الوفايات الباقية ما حد يطلع يعني. كان أعتقد 4 ليالي فقط في محرم، من الليلة السابع. هذا هو الليلة السابع وثامن وتاسع وعاشر. صاحب الكريم، متى كان انطلاقتك؟ وفي أي موكب؟ كرادود يعني، مو كمشارك في العزاء، كرادود. أنا ابتديت البداية الأولى تقريبا حسب ما أتذكرها كانت في وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، بس ما كانت كشيلات يعني، كانت أبيات بسيطة يعني، يمكن ما أتذكرها حتى الآن الحين. وكان أتذكر وياي شيخ عيسى رضي، كان توه رايح بيدرس في بغداد. اي نعم. وأنا يعني والعياذ بالله من كلمة، أنا جت في بالي فكرة أنه العزا انقطع من ليش هذه الفكرة كانت؟ انقطع من هو فعلا العزا انقطع في الدير يعني، حتى في محرم؟ مو في محرم يطلع، بس يعني تقريبا ما في احد يتحرك على الموكب. فقلنا ما يصير يعني يجي وفيات الائمه بما فيهم الامام الحسن والائمه، ما حد يحرك الموكب في ما كان ديره يعني شيعيه. فقلنا لازم نطلع. فكانت البدايه انا اللي اتذكرها، وحتى شال الشيخ عيسى رضي في وفاه الامام الحسن. تقريبا سنه كم اذا مو بالتحديد؟ والله يعني في بداية الثمانينات، نهاية يعني في هالحدود تقريبا مع بداية الثورة الإسلامية يمكن. اي 79 انتصرت الثورة، 80 81 فصار التحرك يعني على يعني إحياء الموكب بقوة فتحركنا عليه الحمد لله، ونجحت يعني هذه الوفاة. اي نعم. فانطلقنا من وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، هو مولده الحين، فكانت بادرة طيبة. وتالي من اللي دفعك يعني إلى أنك تعمل كرادود؟ من اللي شجعك؟ من اللي أعطاك هذه الفكرة؟ أنا مثل ما قلت لك يعني، شفت الوالد كرادود من أول، وكانت هذه موجودة عندي. وأنا كنت في بداية انتصار الثورة اللي هو الإمام الخميني رحمة الله عليه، وحبه إليه وعشقه إليه والانبهار به، قلت أنا يعني هالعمل الإسلامي لازم نجسده على الأقل في الموكب يعني. فتصديت لها السالفة ودخلت فيها بقوة يعني، والشباب اللي موجودين كانوا ما قصروا. نعم. فبدايتكم يعني نقدر نقول مع بداية الثمانينات، مع بداية الثورة الإسلامية. هل تذكر أول قصيدة أو أبيات استعملتها كرادود؟ والله حاليا يعني يمكن القصيدة الأقدم اللي أتذكرها يمكن نفس اللي ذكرها أخونا عبد المطلب، يمكن هذه من أقدم يا نبي ننظر الحال إحنا نولينا. وفاة النبي، كانت وفاة النبي، يمكن هذه أقدم قصيدة يعني، وهذه أنا اللي كتبتها يعني. والباقي خب القصائد كلها من تأليف شعراء يعني متعددين.
ما هي أشهر قصائدك الحسينية؟ والله بالنسبة لي أنا واجد يعني اللي شلت على وفاة النبي ووفاة الإمام علي في يوم عاشر، في قصيدة هذه اللي هي اليوم يسقطون الطائرة الإيرانية. اي نعم. الإمام الكاظم سلام الله عليه. أنا كنت حاضر الموكب. اي فهذه أنا كنت حاضر هذا الموكب. أنا كنت هذه يعني مثل ما يقولون منفجر من داخل يعني. فهاي كتبت بعد أنا يعني. في قصائد كثيرة يعني ما أتذكر منها هي البداية وهي النهاية، لكن وانا القصائد القويه يعني اللي برزت تقريبا بالذات كان حسين الصايم يعني، كانت كتاباته قويه بالاضافه الى واجد قصائد انا كتبتها يعني. انا شاعر بس وقت العزاء اكتب يعني. نعم. هل شاركت في قصائد مشتركه مع رواديد اخرين؟ لا ما شاركت. في الفترة اللي عاصرتها كرادود من كان زملائك من الرواديد؟ جعفر مدن. جعفر مدن أبو عمر؟ لا جعفر مدن، جعفر إبراهيم مدن، جعفر أبو نعم. غالب. نعم. اي هو. نعم. كان ميرزا أخوه بعد، كان موسى ولد حج جعفر العمتي موسى حماد، كان شيء يعني أنا ديلين أدركتهم يعني. بالإضافة إلى علي درويش، شاكر الأستاذ. شاكر الأستاذ معنا كان في حلقة ثانية يعني، بس حلقتنا كانت تختلف، بس قصي يعني في الفترة. أحمد اسمع مني. أحمد اسمع مني. إي نعم. كيف كان تقسيم الأدوار في الموكب بين الرواديد؟ في الحاضر طبعا في تقدر تقول لجنة. شيالين اثنين، واحد في النصف الأول هي واحدة في الثاني. اي نعم. حدثنا عن سابقا كيف كان توزيع الأدوار، أو كم رادود كان في الليلة الواحدة؟ وتقريبا حتى أول يعني يكونوا اثنين، بعد بعض الأحيان يكونوا واحد، بس ما كانت هالأمور موجودة يعني. بس أي أمور يعني الأمور موجودة. الحساسيات، ولازم أنا أشيل أول ولازم أشيل ثاني، وهذا أحسن وهذا ده يعني. يمكن هالأمور هذه ما كانت موجودة، بعدين برزت يعني في التسعينات. يعني أول الأمور تمشي مثل ما نقول إحنا على أساس قوة الموكب وثباته، أساس ما يخلخلها شيء خلافات أو غير خلافات. هذه الخلافات برزت بعدين يعني، اللي طلعوا رواديد اللي أنا بشيل الأول هذا ثاني، والمعزين شجعوا على هذا الشيء بعد. إيه نعم. أن المعزين تحصل الحلقة تمشي من الماتم الشمالي لين توصل بيت حج عبد الله الحوطة وما فيها أحد، فحتى الرادود نفسيا يتعب يعني. اي نعم. فمن هذا الشيء صارت الحساسيات. هذا يقول لك انا اذا باشي الاول وما في الموكب احد تعب يعني. اي نعم. بس هذه الامور سابقا ما كانت موجوده يعني. بس هو طبعا من بدايه، اذا تكلمنا عن اوائل الثمانينات، كان عدد وقفات الموكب باصطلاحنا يحلقون عدة مرات، مو بس مرتين. وكانت قبل أكثر بعد على حياة أبوتنا رحمة الله عليهم، كلها وقفات. قبل طاط كانت هذا كلها هوسات وكذا. هي عزاهم كانت وقفات يعني هوسات،
وكانت نفس ما قلت يعني في فترة الثمانينات تمشي شوي توقف، يعني توصل ماتم بيت حسن مرزوق أو بيت مرزوق اللي هو بيت حسن حجي عبد الرضا توقف، ماتم المطوع توقف، توصل ساحة المسجد الغربي توقف، بيت حجي عبد الله الحوطة هذه ما كان حجي عبد الله الحوطة، كانت الكسرة كان البستان هنا ايه منطقة كسرة على بيت عمي. اي نعم. جاء علي بن كاظم رحمة الله عليه وانت. أول بعد كان الطريق الثاني بعد ما كان هذا الطريق الطريق القصير مختصر يعني ايه اللي يمر عند كان وهاب رحمة الله عليه عند تنة. ايه اي نعم. في اي سنة بالتحديد توقفتون عن ان تعملون في مجال كرادود؟ انا ما توقفت، بس الصعوبات كانت انا عندي مشكلة في الرئة كانت، وتعرف بعد ظروف الموكب فهذا السبب اللي خلاني يعني اذا استمر في الشيء احس بنوع ضيق التنفس، فما في احد يتوقف عن يعني مشاركه للامام الحسين سلام الله عليه. نعم. أستاذ عبد الكريم، الجماعه يطلبون يسمعون من عندكم مقطع من احدى الشيلات يعني اللي شلتونها واللي يعني لا زلتون تذكرك بشيء جميل، ونترك الاختيار لكم. يعني يمكن اكثر واحده انا للحين يعني اساس لا اروح مني ولا مني اللي هي على الامام العسكري سلام الله عليه. لا اقول فيها الا هو: ارض سامراء فيها صرخات وانين، صرخات وانين، هب جرح العسكر ثأرا عظيما، هل سياط البغي تغتال الناسما، لا فإن الجرح يبقى في النفوس ضاربا في عمق أحشاء زعيما، ضاربا في عمق أحشاء زعيما. هذه من القصائد اللي وفي قصيدة عن الزهرة سلام الله عليها اللي هي القصيدة الله يلعن الشيطان: من كنت مولاه هذا علي مولاه، من كنت مولاه هذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عادى. يا ابويا من بعدك حالي تغير، هجموا علي الدار وسحابوا حدار، يا ابويا والمسمار في الصدر اثار، اصيح انت اخي والقوم ما يرحموني. هذه ومن الهوسات، هل في هوسات يعني اللي كانت قديما ولا الجيل الحالي شبه نساها مثلا؟ الهوسات هذه معظم الهوسات انا مألفينها، يعني ما مألفينها شعراء لاني بسيطه، يعني يمكن اشهر واحده اللي هي: أهل بيتي فيكم، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف قد هوى. أهل بيتي فيكم هم إلى الله طريق، من مشى فيه يفيق. أهل بيتي فيكم. هذه من أشهر الوقفات، وقفات واجد أحسنتم. تخطر على بالي يعني. وما هي القصيدة اللي لما تختلي بنفسك ترددها يعني حتى ولو غير شعوريا تشوف لسانك يردد قصيدة معينة؟ في قصيدة هذه تقريبا ما شلتها أنا، سويتها بس توقفت عن شيلها لظروف ما وما اكتملت الأبيات فيها، اللي هي على السيدة زينب سلام الله عليها، الله يوصلنا لها. شنو تقول فيها؟ من بعد عينك علي، هذا ما شلته يعني. اي نعم. من بعد عينك علي، هذه زينب تنولي،
مجلس الطاغي يزيد ادخلوها يا علي يا علي. زينب الحوراء تشبه أمها في المحنة، لم تلاقي مرأة مثلها حزنا مفجعا، فقدت أمها واليتم إليها مزعا. هذه تقريبا القصيدة قديمة يعني. اي نعم. هذه من القصائد اللي أرددها على طول يعني. بلى. إذا حبينا نتكلم عن مقارنة بين العزاء أيام آبائنا وعزاء أيام أولادنا، تقدر إذا تكلمنا بلساني ولسانك الحين أولادنا اللي يعزون يعني. أكيد. فشلون نقارن بين العزاء سابقا والعزاء حاليا من ناحية يعني اللطم، من ناحية القصائد، من ناحية الألحان، من ناحية أداء الرواديد الموجودين حاليا؟ هو بالموكب الحين والقصائد أضخم يعني. الحين في قصائد تسمى قصائد يعني. أول على حياة أبوتنا رحمة الله عليهم هي قصائد يعني مجرد كلمات بسيطة نواعي. إيه، بس القلوب كانت صافية والنيات كانت مخلصة يعني. وتعرف الأوليين يعني بالفطرة يعني. نعم. حبهم لأهل البيت وتفانيهم ولو ما تفانيهم وصبرهم وقوتهم كان احنا ما وصل لنا المذهب يعني. نعم. بس الحين القصائد أقوى بس في عيوب كثيرة يعني، ولا بد من عيوب يعني، بس هي ما تأثر على الموكب يعني. الحمد لله الحضور ضخم يعني، اللي يروح المنامة يرتاح يشوف اللي، ولو ان في بعض السلبيات لكن المفروض ان هي ما تأثر ولا تخلي الناس تقول ان الموكب فيه وفيه وفيه. لا بد من هالاشياء يعني. شباب وتبا يقول لك ان هذا طلع وهذا داك بس عموما يعني المسيرة الحمد لله ماشية يعني. مثل شنو هذه العيوب او السلبيات؟ يعني التحزبات اللي في المواكب، داخل المواكب يعني تحصل لك شله من 15 نفر، لو عنده خلاف بسيط ويا الرادود الفلاني، وقت ما يجود هذا الرادود الميكروفون يطلع لك برا. انت لما تطلع يعني ضربت الرادود، انت ضربت الموكب. اي نعم. خليك في الموكب، انت كانك تشمت الاعداء يعني. اذا كل شخص سوى كذا وابتدت مثل ما يقولون الدرب الثانيه ودش رادود غير بعد في جماعه ذاك وتطلع عن الموكب. نعم. هذه ترى ولي من اهم السلبيات. والله الموكب الحمد لله يعني. نعم. ملاحظة كانت تقال عن افتقار موكب الدير حتى من السابق يعني من سنين طويلة إلى وجود كبار السن فعلا. وهذه يعني إحدى السلبيات اللي استمرت إلى هذا اليوم. ترى في رأيكم ما هو السبب؟ والله وإيش أقول لك يعني. الحين أنا في الموكب يعني اللي ألاحظه يمكن أكبر 3 موجودين في الموكب، أنا وسيد هادي وعلي ربيع. علي عبد الله ربيع وسيد يعني يمكن أكبر 3 احنا موجودين يعني. نعتبر شيوبة يعني بالنسبة للجيل اللي موجود يعني، أغلبهم إعدادي وثانوي. اي نعم. هاي ظاهرة غريبة يعني، مع أن الموكب ما له علاقة بالسن يعني. أنا شفت في بعض القرى لا زالوا كبار يعني. إذا ترجعها إلى شنو السبب؟ ما في سبب معين؟ ما أعتقد في سبب. يمكن الحياة يعني. يقول لك إن ديلا صغار بالنسبة إلي يعني. إذا هو عنده مثلا 4 5 أولاد وبيشوف روحه ويا ولد إلا في الابتدائي والإعدادي في صف واحد، يمكن هذه كحالة يعني نفسية كذا. إي نعم. يعني لو يصير موكب الحين مثلا يضم فيه الخامات الكبيرة يمكن يرجع الكل. يعني هل تعتقد ان هذا يعني اللي ذكرته ممكن يحصل؟ يعني حلقة تصير؟ ما يعني انا ما اعرف ان نبدا، بس اقول لك يعني لو يمكن يرجعون ديلا الكبار يعني. يقول لك على اساس احنا ويا نفس الانداد مالنا في العمر فندش. اي نعم. استاذ عبد الكريم، ابنكم علي حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة الرادود الصغير. هل نتوقع أن نراه رادود قريبا؟ والله هو يحب يعني يشارك، بس لحد الآن ما دش في مجال العزاء يعني. هو كان توجهه للعزاء يعني. اي نعم. وتوجهه إلى الأناشيد. هو حاب الحين يدش إن شاء الله. يعني هل تتوقع هذا الشيء؟ إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية اللقاء تحبون توجهون الكلمة إلى أهالي القرية؟ والله الكلمة اللي أوجهها أنا أتمنى يعني
ان الموكب يحافظ على قوته وتماسكه، لان قوة الموكب تعني بالنسبة لنا الكثير، يعني انك تحافظ على نهج اهل البيت، واحنا بدون اهل البيت نضيع يعني. واتمنى من جميع الشباب اللي يخدمون في هالمجال انهم يساعدون على تأليف القلوب ولم الشمل، وان تكون الموكب بقوته ايا كان، في حلقة اولى ثانية ثالثة، المهم يصير موكب عزاء الدير. اي نعم. يعني هذه امنية يعني اتمناها، يعني ان ما يأثر تفرق الحلق على تفرق القلوب يعني. اي نعم. ادعو رب العالمين ان يحفظ الموكب ويحفظ الدير من كل سوء. نشكر الأستاذ عبد الكريم على هذا اللقاء في هذه الليلة في هذه الأمسية، كما نشكر الفريق التقني في قناة الدير الإعلامية، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحلوا نصر الأصنام، هتكوا حرمة بيت الله وأحلوا نصر الأصنام. يا دم الإسلام فاشهد وتناثر ضد الظلام، يا دم الأحرار فتأرت بالآيات الصام. يا حق المظلوم فاشرح مصرافك هز الآثام. وتوالى الصرخات الحق وغدا تحسب بالأقسام، وتوالى الصرخات الحق وغدا تحسب بالأقسام. ولعمار محمود العن والمقداد النبي التام. ما أجلها يحميها يا أبو فاضل قوم الركنة، يا أبو فاضل قوم الركنة، يا أبو فاضل فك المحنة، يا أبو فاضل فك المحنة. قرآن يشكي من القوم ومن طواغيت اليوم، قرآن يشكي من القوم ومن طواغيت اليوم. والمسجد يصيح الدان والربا يشكي مظلوم، والمسجد يصيح الدان والربا يشكي مظلوم. والمنبر أضحى مذبوح وهو الحاطم المحكوم، والمنبر أضحى مذبوح وهو الحاطم المحكوم. صاحب الصفوة يا صاحب الزمان، نرفع الشكوى للعزيز الجبار. صاحب الصفوة انصر كل الثوار وازن كل الفجار، انصر كل الثوار وازن كل الفجار. كل ابطال الله